بين قائد الجيش وسليمان فرنجية من يفضل مروان شربل؟ بين لا، سليمان فرنجية. ليه؟ عم تسأليني عم جاوب. بس عم بقول لك ليش؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ لأنه أنا على صداقة، أنا رح جاوبك. إيه؟ بالنهاية الصداقة بتلعب دور. أنا على صداقة مع الوزير فرنجية من مصلحة البلد مش مع صداقة. يا الله. أنا في من هلا ال 108 خلص وقت. إذا بدي لك شغلة، لا قبل ما تقولي لي خلص وبتعملي لي مصلحة البلد وتعملي لي حالك لا عم بتقولي صداقة. شو صداقة؟ مش مشاكل. أنا عم جاوبك وناقشك. في كثير بدك ينتخبوا رئيس الجمهورية اللي بده يجي لأنهم على علاقة معه، مش لمصلحة البلد، ولأنهم أصحابهن وياه ومش لمصلحة البلد. أهم شيء أنا بحبه مش لمصلحتي، ما بدي يعمل شيء لمصلحتي. نعم. بدي اشكرك على هذا الحوار. لمصلحة شخصية. ليش هيك استفزيت فيها؟ لا انه انا قلت لي صديقي. ايه صديقك. عم تسأليني ليش؟ عم تسأليني ليش؟ ايه طبعا عم بقول لك هيدا صديقي ما عندي مصلحة شخصية معه. قائد الجيش ما بعرفه. وانا عم اقول لك قائد الجيش على برنامج على بفضل اللي بعرفه. قائد الجيش ما بعرفه، بفضل اللي بعرفه. انبسطتي هلا؟ ما مش قصة انه اذا انا انبسط ولا لا، قصة ما بعرف ليش معصب. لا ما انه انت يعني بحياتك تسمعي انه انتخبنا وقت اخذنا الاستقلال. هلا نحن انتخبنا رئيس جمهورية. لانه يمكن بيشوف اصلاحي نظرة اصلاحية فيه قادر يقوم بهالبلد. مش يعني هيدي وجهة نظري انا، سواء عم بسألك سؤال مش يعني انا رغبة مبطنة. لا بدي احكي شيء عن سليمان فرنجية ابدا. انتخبنا الرئيس سليمان فرنجية بالسبعينات على صوت واحد. هذا الصوت الواحد لمصلحة البلد ولا لأنه حكيوا معه وقالوا لا لأنه معروف عن جنبلاط في اللحظات الوطنية بيعرف أنه ما بقى فيهم يكفوا هيك. خليه يجي من يجب أن يأتي رئيسا إذا كان في توافق كبير. توافق خلص عن جد وقتي. لا بس يسمح لي الدقيقة. معلش يا شيخ. يعني خلص الياس سركيس انتخبوه الكل وإن كان بمعرفة شخصية. بالحرب اللبنانية انتخب لمصلحة البلد، كل انتخبوه، وأن يكن أي نايب لأنه بيحبه أو بيعرفه، بس انتخب لمصلحة البلد. وهلأ مين ما بيجي رئيس جمهورية، عم ننتخبه لمصلحة البلد. نعم. لأنه البلد عم ينهار. بدي أشكرك على هيدا الحوار. إن شاء الله بيكون لي لقاءات أخرى معك عميد مروان شربل. توبة ولا وبعرفك أجرأ من هيك.